كارثة جديدة من الكوارث اللي بتحصل في المدارس المصرية. الأطفال تم التعدي عليهم من مين بقى؟ المرة دي مش من المدرسين، من عمال داخل المدرسة. طيب هل احنا بقى دلوقتي هنفضل دايما في السيناريوهات دي ولا ايه وضعنا؟ يعني هل انا كولي امر بدفع الدم وبدفع دم قلبي عشان ادخل مدارس كمان غالية ومصاريفها مبالغ فيها عشان خاطر بقول اهو ده أأمن وأنضف وانه كمان العيال يتعلموا كويس، مع انه لا في تعليم كويس ولا نيلة، عشان في الاخر عيالي يحصل فيهم كده، عشان عيالي يتدمر مستقبلهم تماما؟ طيب لحد امتى احنا هنفضل في السيناريو المرعب ده؟ ده احنا لسه مخلصش القصة بتاعت الطفل ياسين. طيب وزير التربية والتعليم، حضرتك كنت نايم كل الفترة اللي فاتت؟ يعني من ايام حادثة الطفل ياسين حضرتك جاي دلوقتي تقول احنا هناخد اجراءات وهنحط كاميرات وغيره؟ طب حضرتك كنت فين من وقت الحادثة اللي فاتت؟ كنتوا نايمين يعني ولا مستنيين مصيبة تانية تحصل وتالتة ورابعة؟ ليه المدارس ما بيبقاش عليها رقابة كافية؟ المفروض ما فيش شبر في المدرسة ما يكونش عليه كاميرا وما يكونش عليه رقابة. ده المفروض ان احنا يعني يكون عندنا رقابة اشد من كده. لازم يا سيدي يتعاون مع وزارة الداخلية، خلي وزارة الداخلية تخش وتتمم ويكون في رقابة. احنا عندنا اجهزة امن قوية، مش فاهم يعني اجهزة الامن دي ليه ما بتتدخلش وليه ما بتكونش هي كمان رقيبة؟ يعني احنا مستنيين ايه؟ وحاجة كمان، الأحكام القانونية، الأحكام بتاعة القانون اللي بتحكم في الآخر ب10 سنين و15 سنة وغيره، دي أحكام غير عادلة. يعني لازم يتغير القانون، لازم اللي بيعمل كده في طفل لازم يعدم، لأنه ده دمر حياة طفل. أرجوكم عدلوا القانون المصري. ما ينفعش نبقى احنا الدولة اللي أسست التاريخ وأسست القوانين في العالم وأسست كل حاجة واحنا في الاخر القانون عندنا بالشكل المقرف ده. فأرجوك يا سيادة الرئيس اتدخل وحللنا كل المشاكل دي علشان خاطر نحافظ على أولادنا. احنا بقينا خايفين نودي أولادنا المدارس.